تاكل ايه وانت على قهوة جدو اللي في الثامن في مدينة نصر؟ وعشان اعمل الفيديو ده انا جربت النهارده 6 اماكن بيعملوا اكل حوالين القهوة دي: الدباغ، كبداكي ميحة، العمدة، فايكنج برجر، ودراجون تراك، واخر حاجة نوتيلا. كان في زحمة كبيرة جدا عند فايكنج برجر، فانا كنت متوقع صراحة ان الاوردر هيتأخر، فطلبت من عنده اول واحد الساعة 8:47 بالظبط. وبعد كده رحت اجرب تجربتي بقى مع باقي العربيات كلها. اول حاجة كبداكي ميحة، الاوردر تقريبا بياخد وقت من هناك من 5 ل 10 دقايق. طلبت من هناك كبده وسجق بلدي وسجق مفروم وسجق مدخن ومشنكاح بالجبنه، الحاجات كلها سعرها 6 جنيه ما عدا المشنكاح بالجبنه سعره 10 جنيه، وبيديك كده برضه طبق مخلل مع الاوردر. اول حاجه بقى بدات بيها هي الكبده الصراحه كان طعمها كويس، هي ما كانتش واو يعني، بس قشطه تأدي الغرض لو انت عايز تاكل سندوتش كبده سريع. بس السندوتش كان محتاج يتملي من الاطراف اكتر شويه، وعامه ده في كل السندوتشات من عنده تقريبا. وبعد كده بقى جربت السجق البلدي والسجق المدخن، والصراحه الاتنين ما كانوش على ذوقي قوي يعني. وبعد كده بقى السجق المفروم هو كان احسن من السجق البلدي والمدخن الصراحه. واخر حاجه بقى المشنكاح اللي بالجبنه، الجبنه الصراحه اللي محطوط عليه كانت حلوه، وهو يعتبر برضه سجق بلدي بس محطوط كده على الجريل، فطعمه كان احلى الصراحه. وبعد كده بقى طلعت على تاني عربيه وهي العمده، وهي بتعمل سندوتشات كده في عيش سوري، مشويات وستريبس وحاجات كده. انا طلبت من هناك واحد كفته سعره 15 جنيه، وواحد ستريبس سعره 25 جنيه. السندوتش الصراحه حجمه كويس، بيحط بطاطس مع السندوتش ايا كان السندوتش اللي انت طالبه ايه، والاوردر ده تقريبا جهز في 10 دقايق. واول حاجه بدات بيها من عنده سندوتش الكفته. هو الميكس نفسه بتاع السندوتش كله كان حلو، بس لما جربت الكفته نفسها لوحدها الصراحه هي مش الطف حاجه بالنسبه لي، بس هي في السندوتش مع الميكس بالنسبه للسعر برضه صراحه كانت حلوه. بس سندوتش الستريبس بالبطاطس ده بقى هو ده فعلا اللي كان حلو قوي، سواء الستريبس او حتى ميكسها مع البطاطس في العيش السوري بقى مع الصوصات مع الحاجات دي. فالصراحه السندوتش ده كان حلو جدا. وبعد كده جربت بقى اللي بعده وهو الدباغ. طلبنا من هناك سندوتش ووجبه، وهنا بقى الاسعار غليت شويه، فالسندوتش ب 70 جنيه والوجبه ب 85 جنيه. الاوردر تقريبا بياخد له وقت عشان يتعمل من تلت لنص ساعه. وانا بدات اول حاجه بالوجبه، وهي كانت وجبه كريسبي. الوجبه صراحه بيجي معاها كميه رز رهيبه، وبيجي برضه معاها بطاطس وكول سلو. الفراخ نفسها لما جيت جربتها هي كانت حلوه، بس الطعم كله في الكراست، لكن الفراخ من جوه انا حسيت انها تتبيلتها ضعيفه شويه. والرز بقى زي ما قلت لكم ان هو كميته كانت كبيره، وطعم الحبهان كان باين جدا فيه. الكول سلو بتاعهم الصراحه كان حلو، والبطاطس برضه التتبيله اللي عليها كانت كويسه، وكان حلو قوي انها كانت محطوطه في باكجنج لوحدها. بعد كده بقى دخلت في الساندوتش، وهو كان ساندوتش كوردون بلو، بيجي برضه معاه بطاطس، هي نفس البطاطس بالباكجنج بالحاجات دي. وبالنسبه للساندوتش بقى فالعيش الصراحه كان جامد، الفراخ نفسها من جوه كانت كويسه، الحشو بتاعها كان حلو. بس مشكلتي كلها مع الساندوتش ده ان الصوصات كانت كتير جدا، فكانت طاغيه على طعم الفراخ شويه. بس بالنسبه لي الصراحه الدباغ من اول ما فتح لغايه دلوقتي هو بيقدم كميه كويسه جدا، يمكن مع الوقت ابتدت تقل شويه، بس عامه لسه الوجبه بتاعته بتشبع. وبعد كده رحت اسال على الاوردر بتاع فايكنج اللي انا كنت طالبه من بدري ده، كان لسه ما خلصش، وكان عدى حوالي ساعه تقريبا. فرحت دراجون تراك العربيه اللي جنبها، طلبت الاوردر، استلمته تقريبا في تلت ساعه. ويا جماعه انا اصلا مجرب دراجون تراك قبل كده، وهسيب لكم الفيديو بتاعه تحت في الكومنتات، وهو الصراحه من العربيات اللي انا بحبها، بحس فيه كده بطعمه مميز، وغير ان هو محشي جبنه شيدر فانا اوفرول كده بحبه، زائد كمان ان هو بيحط البيف بيكون على الجريل كده سيكا، فبيبقى طعمه حلو. والساندوتش اللي انا طلبته المره دي ده اسمه اوفرلود، بس انا غيرت الموتزاريلا ستيكس ببيف بيكون عشان ما بحبش الموتزاريلا ستيكس في عربيات البرجر اصلا. بس للامانه البرجرايه صراحه المره دي اتحرقت منهم شويه من تحت. والساندوتش الثاني اللي طلبته من هناك هو تشيكن ستريبس، هو فراخ عاديه خالص قالوها يعني في الزيت، هم حتى هم مش عاملينها ولا عاملين البريدنج بتاعها ولا اي حاجه، فكنت حاسس ان الساندوتش عادي يعني. بس الصراحه سعره هو اللي كان حلو، سعره 40 جنيه. وبعد كده رحت عند فايكنج عشان استلم الاوردر، وتقريبا يعني الاوردر جهز في ساعتين الا تلت. بس يا جماعه بس بعد اذنكم لو حد يعرف الاونر بتاع فايكنج برجر، بعد اذنكم يخليه يتواصل معايا عشان في حاجه كده عايز اكلمه فيها. المهم طلبت من هناك سندوتشين، واحد برجر وواحد فرايد تشيكن. اول حاجه البرجر كان اسمه راجنر، هو عباره عن قطعه برجر محشيه موتزاريلا وشيدر في نفس الوقت، وعليها من فوق باربيكيو، وسعره 50 جنيه. انا صراحه دوت السندوتش، هو برده كان طعمه لطيف، بس الصراحه اللحمه كانت مديه شويه على كفته بالنسبه لي. وفي نقطه كده تانية برده انا خدت بالي منها، ان البرجرايه كانت قبه كده شويه، ما كانتش ماليه معظم السندوتش، فاعتقد ان هو محتاج يلاقي حل بس للنقطه دي. وبالنسبه بقى لسندوتش الفرايد تشيكن، هو اسمه رانشيتو، فهو محطوط عليه صوص رانش، برده سعره 50 جنيه. قطعه الفرايد تشيكن الصراحه كانت كبيره ماليه السندوتش كله، بالنسبه لي هي كان طعمها حلو، وخصوصا كمان انها تقريبا معموله فريش هناك في العربيه، بس انا كنت حاسس ان السندوتش مملح شويه الصراحه. بس بالنسبه لي لو احنا هنقارن ما بين عربيتين البرجر دول، البرجر بتاع دراجون تراك انا فضلته الصراحه عن التاني شويه، والفرايد تشيكن بتاع فايكنج بالنسبه لي كان احسن برضه، مع انه كان مملح شويه. وفي الاخر بقى نيجي للتحليه، تحلي منين وانت في قهوه جدو؟ بص هو انا جربت كذا محل هناك الصراحه، بس في عربيه كده اسمها نوتيلا بتعمل وافل وزلابيا. بصوا العجينه بتاعت الزلابيا او الوافل واحده من احلى العجاين اللي موجوده في مصر تقريبا. هو الشوكولاته كده كده اكيد ما بيشتغلش
بتشتغلش بنوتيلا يعني، بس العجينه نفسها بتاعه الوافل رائعه رائعه بكل معاني الكلمه. وهكذا الزلابيه برضه يعني. بص، هو انتوا هتحسوا ان انا بافور شويه في الكلام، بس انتوا محتاجين فعلا تروحوا تجربوها عشان دي فعلا رائعه. ويا جماعه انا عارف ان في محلات وعربيات اكل تانية في المنطقه، بس ده اللي انا قدرت اصوره في اليوم ده. بس عامه قولوا لي في الكومنتات تحت انتوا بتحبوا تاكلوا ايه وانتوا في قهوه جدو اللي في مدينه نصر، او لو عايزيني اعمل نفس الحلقه دي بس في قهوه تانية. وفي الاخر بقى شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف ويز اباظه. سلام.